8 مليار إنسان واقفين جنب بعض، رجالة وستات وأطفال وعواجيز كلهم هناك. تفتكر إيه اللي ممكن يحصل؟ ازيك يا سيد؟ عامل ايه؟ يا رب تكون بخير. وحشني والله يا سيد. عاوزين ننزل بقى يا سيد، الواحد زي من قعدة البيت. ايه رأيك السبت الجاي ننزل انا وانت وانتي و8 مليار بني ادم، وده اللي هو عدد سكان كوكب الارض من البشر تقريبا يعني. بس هو ايه اللي ممكن يحصل لو الرقم ده اجتمع في مكان واحد؟ بحيث صغيره كده عشان ال8 مليار انسان دول يجتمعوا، فكل واحد محتاج تقريبا نص متر مربع عشان يقف فيه. نص متر مربع في 8 مليار هتساوي تقريبا 4000 كيلو متر مربع، ودي هي نفس مساحه مدينه لوس انجلوس الامريكيه. بس هنروح بعيد ليه؟ هي برضو نفس مساحه محافظه الجيزه. فتخيل معاها يا سيد لو صحيت لقيت البشريه جمعاء واقفه مغطيه مساحه محافظه الجيزه بالكامل. معرفش هيكونوا بيعملوا ايه بصراحه، يمكن عمرو دياب عامل حفله والدخول فري مثلا. المهم ان حصل وقدرنا نجمع العدد المهول ده من الناس في مشهد خيالي. 8 مليار انسان واقفين جنب بعض، رجاله وستات واطفال وعواجيز كلهم هناك. تفتكر ايه اللي ممكن يحصل؟ طبعا كلنا عارفين اننا بننتج طاقه، هي اللي بتشغل القلب والرئتين والعضلات والكلام ده كله. وزي ما استاذ نيوتن قال، الطاقه دي مش هتختفي، هتتحول لنوع تاني من انواع الطاقه، هتتحول لطاقه حراريه. الانسان الواحد بينتج حوالي 360 ألف جول في الساعة، وده في وقت الراحة. لكن 8 مليار إنسان متجمعين في مكان واحد يقدروا ينتجوا 2.88 في 10 أس 15 جول. الرقم المرعب ده يقدر يرفع درجة حرارة محافظة الجيزة لو كانت 30 مثلا يخليها 230 درجة. والكلام ده زي ما قلنا في وقت الراحة، يعني لو كلنا واقفين تمام ومرتاحين والدنيا حلوة. لكن أول ما نبدأ نتوتر، بص بقى الرقم ده ممكن يتحول لكام؟ 650 درجة. درجة الحرارة دي كفيلة تحرقنا واحنا واقفين. بعد كام دقيقة من التجمع ده الناس مش هتقدر تستحمل، وهتبدأ تتساقط واحد ورا التاني، واللي واقفين هيبدأوا يصابوا بانهيارات عصبية جماعية. وطبعا مين أكتر واحد هيحب الوضع ده؟ الله ينور عليك، البكتيريا والفيروسات. اصل 8 مليار انسان واقفين في مكان واحد، اللي عمال يكح واللي عمال يعطس، ده البكتيريا طالعه مصيف. العدوى هتبدا تتنقل بين الناس اسرع من صاحبتك اللي بتنقل الكلام. الناس خلاص ايقنت انهم لازم ينفذوا بجلدهم، فهيبداوا يتدافعوا ويحاولوا يهربوا. بس مفيش مفر، هتروح فين؟ الناس حواليك من كل مكان. كل دقيقه بتمر بيموت آلاف من الناس، اما مخنوقين بسبب عدم وجود اكسجين كافي، او من الحراره اللي وصلت لدرجه قاتله، او مدهوسين تحت الاقدام من التدافع. بعد 5 ساعات ملايين الجثث هتبقى في كل مكان، والحراره العاليه هتساعد في تحلل الجثث دي. امراض زي الكوليرا والتيفود والتسمم الدموي هتنتشر بسرعه رهيبه جدا. الناس من حواليك عمالين يقعوا واحد ورا التاني. الجيزه بقت قبر كبير، لو بصيت عليها من فوق هتشوف كأن الكوكب مجروح جرح ملوث ومليان صديد. بعد 10 أيام البشر هيكونوا انقرضوا تقريبا، والجثث هتكون اتحللت وعملت سحابة كبيرة من غازات الميثان وثاني أكسيد الكربون، ودي غازات سامة. حتى الطيور اللي هتطير من خلالها هتقع ميتة في نفس اللحظة، نفس مدينة نصر بالظبط. وعلى فكرة الزحمة ممكن تقتلك حتى لو كنت عايش في جنة. في تجربة أجراها العالم الأمريكي جون كالهون، جاب صندوق كبير وحط فيه 4 فئران ذكور و4 إناث، وحط لهم أكل وشرب بلا حدود. مفيش مفترس، مفيش حاجة ممكن تهدد الفئران، يعني أكل ومرعى وقلة صنعة. الفئران بدأت تاكل وتتكاثر بشكل سريع جدا، والأطفال اللي كانوا بيتولدوا كانوا بصحة ممتازة، لحد ما العدد وصل 2000 فار. وقتها سلوك الفئران بدأ يبقى غريب شوية. الأمهات بدأت تسيب أطفالها، والذكور بدأوا يميلوا للعنف، وفي مجموعة تانية من الفئران فضلت إنها تعيش في عزلة، تاكل وتشرب لكن ما تتعاملش مع أي فئران تانية. ومع مرور الوقت وزيادة الأعداد حصل انهيار اجتماعي شامل. الفئران وقفت تزاوج تماما وبدأت تقتل في بعض. الأمهات بدأت تاكل أطفالها، في النهاية كل الفئران ماتت. كل ده حصل على الرغم من إن كان لسه فيه أكل ومية ومكان في الصندوق. اللي حصل للفئران ده اسمه الانهيار السلوكي. الزيادة الشديدة في الكثافة السكانية حتى مع توافر الموارد
بتسبب تغيرات سلوكية انت مش هتلاحظها لانها بتحصل بشكل تدريجي. وهنا الكارثة، الاشخاص اللي عايشين في اماكن زحمة زي سكان القاهرة مثلا كتير منهم بيعاني من الاكتئاب وفقدان الروابط والعنف اللي انتشر جدا الفترة اللي فاتت وبقينا نشوفه كل يوم على السوشيال ميديا تقريبا. عشان كده لازم نلاقي لحياتنا معنى، لان التوازن اللي بين داخلنا والعالم اللي حوالينا مهم جدا. ما ينفعش نعيش في عالم زحمة زي ده واحنا جوانا فاضي. الفئران ماتت لان ما كانش عندها حاجة تعيش عشانها، وده هيكون نفس مصيرنا لو ما قدرناش نلاقي معنى لحياتنا وسط الزحمة. وبس، سلام.